أزمة بطعم الفضيحة تهز مصر. أسئلة الامتحانات الثانوية على صفحات فيسبوك، التربية الدينية، الديناميكا ومواد أخرى، كله موجود مع أجوبته. الثانوية العامة الشهيرة التي تتوج سنوات دراسة وينتقل بموجبها الطلاب إلى الجامعات وفق ما يحققونه من مجموع. أسئلتها سربت وليس تسريبا عاديا، أمر قد يحدث في أي مكان يقول البعض، لكن حجم التسريب والآلية وما يحكى عن تورط جهات نافذة وفي سياق منظومة عامة من التعاطي الرسمي يجعله برأي آخرين تتويجا لسوء إدارة بلغت مداها في مصر. في أي حال، قررت الوزارة إلغاء عدد من الامتحانات وتأجيل أخرى، بما في ذلك من تبعات نفسية واجتماعية واقتصادية لمئات آلاف الأسر، وبما ينعكس على آلية ومواقيت دخول الطلاب للجامعات. وأحيلت الوقائع كلها إلى نيابة أمن الدولة العليا، لكن الطلاب لم يعجبهم أسلوب المعالجة، فغضبوا وطالبوا بإقالة الوزير وتحركوا بمظاهرات مع ذويهم تعرضت للقمع. وأعلن رئيس الوزراء أن الامتحانات ستطبع من الآن فيما دعاها مواقع سيادية، دون أن يوضح أين كانت تطبع إذن، وهل حفظ السرية ما هو سري بالضرورة لا يتحقق إلا في مواقع عسكرية.